اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت جديد في القناة فانا اسمي المبدع، بجرب واتعلم حاجات جديدة واشارك معاكم التجربة. وفي الفيديو ده هنتعلم الكتابة بشكل اسرع على الكيبورد، وهقول لك ليه لازم تتعلم الكتابة بسرعة على الكيبورد، وهقول لك نصايح مهمة جدا هتخليك تحسن من سرعتك في الكتابة. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك واللايك والشير. في البداية سرعة الكتابة بتتحسب بعدد الكلمات اللي بتتكتب في الدقيقة، ومتوسط سرعة الكتابة عالميا هو 41 كلمة في الدقيقة، وده بعيد جدا عن الارقام القياسيه. واول حاجه لازم تعرفها انت بتكتب كام كلمه في الدقيقه، وفي مواقع كتير جدا بتفيد في الكلام ده، وهسيب لكم الرابط في الوصف. وبعد ما جربت اختبر سرعتي في الكتابه اكتشفت ان قدامي مشوار كبير جدا من التدريب، لان سرعتي طلعت 34 كلمه في الدقيقه، وحطيت هدف ان اوصل ل 60 كلمه في الدقيقه. فهنشوف مع بعض هوصل للرقم ده ولا لا. طيب ايه بقى فايده الكتابه بسرعه على الكيبورد؟ اولا الحاجه دي بتبهر اي حد. انا عن نفسي اكتر من مره حد يقول لي انت بتكتب بسرعه ازاي من غير ما تبص للكيبورد؟ اتعلمت الكلام ده ازاي؟ طبعا ده مش سبب علشان تتعلم الكتابه بسرعه، لكن دي حاجه بتخليك مبسوط وبتبقى متميز عن ناس كتير. تاني حاجه، كل حاجه الايام دي بتعتمد على الكمبيوتر، فلو تقدر تزود سرعتك اللي بتتفاعل بيها مع الكمبيوتر وتخليه قريب من سرعة تفكيرك، هتبقى اكتر انتاجية قدام الكمبيوتر. والموضوع مش متوقف على كتابة المقالات او كتابة اي حاجة في شغلك، الموضوع بشكل عام التعامل مع المواقع، وانت بتبعت رسالة لاصحابك او لاي حد، كل الحاجات دي هتبقى اسرع، فبالتالي هتبقى اكتر انتاجية لما تتعلم الكتابة بسرعة. تالت حاجة، والموضوع ده بحسه فارق قوي، ان كل ما سرعة كتابتي تبقى قريبة من سرعة تفكيري ده بيخليني ابدع اكتر. يعني لما تيجي تكتب فكرة هتعملها مثلا او تكتب سكريبت، واي حاجة تيجي في دماغك تكتبها على طول، فبتفضي عقلك وبالتالي تقدر تفكر في الخطوة اللي بعدها، فده بيخليك تبدع اكتر. وبشكل عام بعيدا عن كل الكلام اللي قلناه، الكتابة بشكل اسرع على الكيبورد هتفرق معاك في كل حاجة، فلازم تحسن من سرعة كتابتك. ايه هي الخطوات اللي المفروض تتعلمها وتتدرب عليها علشان تحسن من سرعة كتابتك؟ اول حاجة لازم تكتب كتير، اهم حاجه تمرين الكتابه. وعندك مثلا الموقع اللي اتكلمت عنه في البدايه بيوفر نصوص للتدريب هتساعدك جدا انك تحسن من سرعه كتابتك لو فضلت تمرن نفسك باستمرار، ودي اول حاجه اشتغلت عليها في التدريب. لكن قبل ما تبدا التدريب لازم تبقى عارف ان في وضعيه مريحه للايد للكتابه على الكيبورد اللي هتساعدك في السرعه بشكل اساسي. لازم تستخدم صوابعك العشرة في الكتابة، والفكرة انك بتقسم الصوابع على الحروف بنفس الوضعية اللي قدامك دي، وهتلاقي في بروز في حرف الجي وحرف الاف، ودول بتبدأ من عندهم، والموضوع محتاج تدريب شوية لان كل صابع بيبقى ليه كذا مهمة في الكتابة، وتقسيم المهام هنا بيخلي الموضوع اسرع بمراحل. وانا بدأت اتدرب على الموضوع ده، وطبعا بعد سنين تعود على وضعية كتابة معينة فمش من السهل ان هي تتغير، لكن كل حاجة مع التدريب والمحاولة ممكن تتغير. في حاجة مهمة جدا بتفرق في سرعة الكتابة، وهي تصحيح الاخطاء. وانت بتكتب بسرعة طبيعي تغلط، فبتلاقي نفسك غلطت في حرف وعايز ترجع تعدله، فبتضغط كذا مرة على باك سبيس، وده بيضيع وقت كبير. هنا في اختصار هيوفر عليك وقت، وهو انك تضغط كنترول وباك سبيس، فهتلاقي الكلمة اتمسحت على بعضها، فتعدل الغلطة بشكل اسرع، وده هيفرق معاك جدا لما تتعود على الاختصار ده. اهم نقطة علشان تحسن من سرعة كتابتك انك ما تبصش على الكيبورد. انا عارف ان من السهل تبص على الحروف وانت بتكتب، لكن ده مش هيزود سرعتك في الكتابة، فعلشان كده لازم تجبر نفسك انك ما تبصش على الكيبورد، وعود نفسك على الكتابة من غير ما تبص. وده اللي انا عملته في مرحلة معينة، ممنوع تبص على الكيبورد وانت بتكتب، حتى لو غلطت عدل الغلط وانت مش باصص على الكيبورد، وده هيحسن من سرعتك جدا وهتتعود مع الوقت. النصيحة اللي بعد كده نوعية الكيبورد، لازم تشتغل على كيبورد كويسة علشان تساعدك في الكتابة. انا عن نفسي بحب اشتغل على كيبورد يكون الزراير بتاعتها بتعمل صوت، ويكون الزرار فيه احساس كده وانت بتكتب، لان صوت الكتابة على الكيبورد وانا بكتب مهم جدا بالنسبة لي. لكن انا للاسف الكيبورد اللي عندي مش ميكانيكال، هي قريبة من كده، وهي مخصصة اكتر للجيمنج، علشان كده مش هتساعد قوي في سرعة الكتابة. وكان عندي كيبورد قديمة فقلت اجربها واشوف هتفرق معايا في السرعة ولا لا، فلما جربتها في سرعة الكتابة حسيت بفرق فعلا في ثبات الزراير، لكن مفتقدة لميزة صوت الكتابة، لكن بالنسبة لأدائها كويس جدا. بعد كل النصايح دي اشتغلت على نفسي فترة اتدرب، وبدأت اركز ان اشتغل بال10 صوابع. في الاول لاحظت ان سرعة الكتابة بتقل، لكن بعد ما بدأت اتعود السرعة بدأت ترجع تاني، وعديت الرقم اللي جبته في الاول. وبدأت بعد كل مرة بتدرب فيها الاحظ ان السرعة بتزيد، ووصلت ل 38 كلمة و39 كلمة، ولحد ما وصلت ل 41 كلمة.
وهنا بدأت أدور على إيه هي نقط الضعف اللي عندي علشان أقدر أوصل لأرقام أعلى في الكتابة، وده مهم جدا. حاول تشوف إيه هي نقط الضعف اللي عندك وحاول تشتغل عليها، ولما تركز على نقط الضعف وتعالجها هتحسن من سرعتك جدا في الكتابة. التدريب اللي بعد كده كان بيعتمد على التركيز على نقط الضعف، الحروف اللي بغلط فيها دايما، وثبات الايد، وسرعة تصحيح الاخطاء. وبدأت الاحظ ان السرعة بتزيد تدريجيا، 44 و45 و46 كلمة في الدقيقة، لكن انا هدفي اوصل ل60 كلمة في الدقيقة. ما وقفتش محاولات لحد هنا، وبدأت اشتغل على نقطة التركيز، وقدرت الحمد لله اوصل ل54 كلمة في الدقيقة. وبقى هدف ال60 كلمة مش بعيد، لكن علشان وقت نزول الفيديو مش يتأخر فده اللي انا وصلت له لحد دلوقتي. لكن طبعا مش هوقف، وحطيت هدف ان اوصل ل80 كلمة في الدقيقة ان شاء الله. وفي نهاية الفيديو انا ما وصلتش ل60 كلمة، لكن ده مش نهاية التدريب. في الاول كانت سرعتي 34 كلمة، ودلوقتي وصلت ل 54 كلمة في الدقيقة بعد تدريب كام يوم. الموضوع مع الاستمرارية هيفرق كتير، وعلشان كده بقولك انت كمان ابدأ انك تعلي مهارتك في سرعة الكتابة، ومع الوقت هتلاقي نتائج حلوة جدا وهتفرق معاك كتير. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش الاشتراك واللايك والشير. سلام.